أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج حبة قانون. والنهاردة جايين نكلمكم عن الحقوق السياسية والنقابية اللي بيتيحها القانون لكل كفيف. أيوة، الكفيف ليه كامل الحق في المشاركة السياسية، وده على كل المستويات زي الانتخاب والترشح والانضمام للأحزاب وكمان إنشاء الاتحادات والمنظمات. طيب إزاي ده بيتنفذ على أرض الواقع؟ بالنسبة للترشح والانتخاب بنلاقي إن المادة 39 من القانون رقم 10 سنة 2018 بتلزم الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي الجهة المسؤولة عن عمليات الترشح والتصويت في الانتخابات والاستفتاءات، بإتاحة وتيسير مشاركة ذوي الإعاقة في كل الاستحقاقات الانتخابية، وده من خلال الاستعانة بمرافق بيكون متواجد في اللجنة علشان يسأل الكفيف عن اختياره بكل حيادية. طيب إزاي الكفيف يقدر يوسع نطاق مشاركته في الحياة السياسية؟ الحقيقة إن المادة رقم 40 بتتيح ليه الانضمام للأحزاب السياسية والنقابات اللي بدورها ملزمة بتيسير مشاركة ذوي الإعاقة في كل أنشطتها بتمثيل مناسب، وبالتالي لما يكون الكفيف عضو في الأحزاب السياسية يقدر إن هو يترشح في مجلس الشعب أو مجلس الشورى. الحقيقة إن الموضوع ما وقفش بس عند الترشح والانتخاب، لأن نفس المادة رقم 40 بتتيح إنشاء اتحادات ومنظمات نوعية وإقليمية خاصة بكل إعاقة وكمان الانضمام ليها. ومن أبرز الأمثلة اللي موجودة في مصر عن المجالس دي هو المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، اللي بيعمل بشكل أساسي على حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مع نشر الوعي بيها. وفي ختام حلقة النهاردة، وبعد ما تعرفنا على أهم حقوقنا السياسية والنقابية، بنشجع كل كفيف إنه يستفيد بالحقوق دي ويهتم بالمشاركة الإيجابية في الحياة السياسية في أقرب فرصة تكون متاحة ليه. ولو أنت كفيف وعندك أي خبرة في المشاركة السياسية، حابين نعرف أكتر عن خبرتك دي في التعليقات، واستنونا في حلقة جديدة من برنامج حبة قانون.